حبايبي، اليوم حبيت أشارك وياكم روتيني الصباحي. طبعا أول ما نقعد من النوم نشغل القرآن الكريم على مود تحل البركة بالبيت. وهسه راح أسوي وياكم قهوة مالت الصبح. نكيل بالقياس اللي نريده احنا. وهسه حبايبي مثل ما تشاهدون ترسناها مي لأن هي بيها منها تنترس مي. راح نغلقها بإحكام. راح أجيب الغلاية وأخلي بيها الحليب منزوع الدسم. راح أحطه، راح أخلي حليب منزوع الدسم راح أخلي نيوتيلا. يعني ما أدري شلون راح أضيفهم بس يروحون عاد. هاي يعني راح اخذ ملعقة كبيرة هيك حجم، راح اطيبها بالحليب وارجع لكم. راح تبدي تنزل لنا القهوة. طبعا ناخذ الكمية اللي نحتاجها، يعني ما نخليها تبقى تنزل كل القهوة. شوف هسه هي بلشت تنزل مثل ما تشوفون. هاي الكمية كلش كافية بالنسبة إلي. أنا مثل ما تدرون حطيت النيوتيلا. طبعا ما انصحكم تخلوها بكوب صغير لأنه الرغوة كلش عالية تصير. هنا نكتفي بهذا القدر. راح اخذ هاي القطعة مال التزيين. راح اخذ الكاكاو البودرة واخلي بالمخرج. هذا عندنا كوب القهوة. طبعا يعني القهوة حطيت لها حليب ونيوتيلا لأن لازم تبدي صباحك بشكل يعني بطاقة. هذا أول شي روتيني، وهسه نكمل بقية الروتين. طبعا حبايبي من ضمن روتيني بيوم العطلة أنه أبخر البيت ويا وذان الظهر تقريبا. راح أخلي ورق الغار هذا البخور من العطار، بخور مشكل هيك بشكله. ما أدري من مجموعة من الأعشاب، ومن ضمنها ريش بستك احنا نسميه، بمصر يسموه لبان دكر
أو شكله، وراح أخلي هذا جاهز اسمه معمول زينب، كلش طيبة ريحته يعني، كلش عطره كلش حلو. خلي من عنده كمية صغيرة. راح أشعل المبخرة ومن نتبخر نرجع وياكم. وهسه حبايبي مثل ما تشوفون قام يطلع دخان، راح اخذه وافرغ كل البيت عكس عقارب الساعة حتى افتح ابواب الكنتر وابخرها. طبعا حبايبي حطيت سيليكون غذائي على المبخرة لان هي مصنوعة من هيتر، وهاي المواد اكثرها بها املاح، فيعني يتآكل الهيتر وتتلف عندنا. تسألون انه المباخر ليش دائما يعني تخرب عندنا؟ خلوا لها ورق سيليكون، انا عمرها يطول. هسه ناخذها ونعطر بيها ونكمل بقية الروتين. وهسه حبايبي حبيت أشارككم هاي الفكرة، يعني هي من خلال يومي، بعدنا ما كملنا روتيننا الصباحي. طبعا هاي شمع كان موجود بهذول الشمعات، قسم منه وقسم منه أخذته من حاجة بألف. طبعا الشموع المعطرة كلش غالية، يعني الأصلية تجي سعرها فوق 5000 7000 دينار. هسه راح موعة الشمع ذوبته مثل ما تشوفون هنا، بهذه ما نستخدمها. راح اخليه له عطر. عندنا هذا عطر زيتي، عطر العود، عود اسود. هاي اول علبة، يعني انا تبقى بريحة طيبة يعني من تشعلين. هاي ثاني علبة، كلش كافيات علبتين. هو اصلا بي يعني شمع معطر، بقايا ما شمع معطر من هاي الشموع. هسه راح ابلش اديره قدامكم يعني. طبعا هاي الفتايل مالات الشمع نحاول نوسطهم، نخليهم بالوسط. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حار حيل عادي، حتى اذا مالت عدنان يعني محضرة شغلة عادي. هسه حبايبي مثل ما تشوفون سويت هاي الطريقة بعودة الشيش طاووق، وثبتت بهاي الطريقة ثبتت الشمعة بهاي الطريقة. الفتيلة مال الشمعة، طبعا هي الفتيلة نفسها الفتيلة مال الشمعة، ما لهم أي خيط. وطبعا هي هاي الفكرة كلش حلوة، يعني مثلا إذا عندكم شمعة مثلا خلصانة أو شمع مكسر لا تذبوا يعني تستفادون منه. هسه راح أسكب بيهم وبعدين أثبت طبعا ذولي ما راح اخليهم، راح اخلي الشمعات اللي الوانها حمر، لان عندي بعد شمع راح اذوبه واخلي للباقيات. طبعا الطريقة اللي نثبت بيها نجيب لنا منقاش يعني ملقط، نثبتها هالشكل. الفتيلة راح تبقى ثابتة لانه راح يجمد شمعها. هاي الفتيلة الثانية بهالطريقة هاي شوفوا. وهسه حبايبي مثل ما تشوفون ذوبنا الجزء الثاني من الشمع. طبعا حتى الشمع الطوال تقدرون تستفادون منه عادي. هسه هاي من هنا هاي كميتها عندنا، راح يصير لونه وردي طبعا هذا لأن يعني وردي فاتح. حتى الشمع الطوال حبايبي تقدرون تستفادون منه. هسه راح اطلع الفتايل من هذول اللي ما
حطيت لهم توني. طبعا إذا وقع شمع عندكم على المفارش أو الشي اللي تشتغلون بيه لا تتركوه يجمد، وبعدين شوية مجرد هيك حكة بسيطة بالسكينة يتحرك. شوفوا يطلع، يعني لا تحاولون تزيلوه وهو حار لأن يشلع عندكم المفارش. هسه هذه هنا وقعت عندنا. يعني المنظم اللي اشتريته من الجبل للتسوق هيك طلع شكله كلش حلو. خليته للبنات على هذا شو اسمه المنظم اللي سوى لهم يا والدهم، يخلون بيه القراصات، يخلون بيه شغلات، يعني يخلون بيه أغراضهم. وطبعا بقية روتيني بيوم العطلة يتضمن الزرع والعناية بيه. راح أشوفكم هسه شو راح أسوي للزرع. يلا شو وياي، خلينا نشوف. طبعا حبايبي هاي مزروعاتي. طبعا شوفوا حطيت لهم هاي تبخر لهم، تسوي لهم رطوبة، لأن هاي المزروعات الداخلية تحب الرطوبة، وحتى أوراقها تبقى يعني حلوة ومحافظة على نفسها ما تذبل، يعني ما تتيبس. هاي مجموعة من السنادين. طبعا اشتريتهم للصباريات، سنادين صغار خاصة مع الصباريات. شوفوا قد حجمهم صغير. وهاي عندي قواري يعني صاروا قديمين ما يرهمون بالديكور، فراح أزرع بيهم، راح أستغلهم كلهم أزرع بيهم. وهذه مزهجية يعني صار شكلها قديم، والأحلى شي بيها إنه هي مثقوبة، يعني راح أستخدمها أزرع بيها. هذول كلهم إن شاء الله أحول بيهم هذول الصبارات اللي هنا الصغار، شوي يخلي يكبرون وأحولهم. هاي النباتات. طبعا أول شي راح أسوي اليوم هو راح أسقي الزرع، سقعت لهم مي. طبعا النباتات في فترة الشتاء تمر بفترة سكون، فلذلك يعني ما نسقيها يوميا، يعني نحاول نسقيها مو بس ما نسقيها يوميا، يعني لما نكتعفن جذورها وما نسمدها يعني خلال الشتاء تقريبا مرة إلى مرتين. فبما أنه أنا صار لي تقريبا شهرين ونص ما مسمدتهم، فراح أسمدهم اليوم. والسماد اللي أستخدمه لهم حتى يحافظ على أوراقهم وجذورهم هو سماد العشرينات. طبعا هاي كمية تقريبا 10 لترات مي، 10 إلى 8 لترات مي. راح أضيف لهم 5 6. طبعا سماد العشرينات هو عبارة عن 20 بوتاسيوم، 20 فسفور، و20 نيتروجين. 8 9 10. موجود بكل محلات الزراعة والتجهيزات الزراعية. طبعا راح أطلع الملعقة من عنده وراح أسده وأرفعه بمكان عالي، يعني كذا لا السماد يعني خطر على الأطفال. هسه شو راح نسوي؟ راح أستخدم هذول للري. شوفوا هيك يعني يصير يعني شلون راح تطلع كلامكم الهوسة بهاي الصفحة، يعني شلون نقول يصير شكلها هيك، يعني البريق يعني يصير رفيع على مود يعني ما أنطيهم مي زايد، وأتحكم يعني بالمكان اللي أروي بيه. راح أترس البريق وأرجع وياكم. طبعا حبايبي خوضت حيل يعني لحد ما ذاب السماد بداخل المي، وغرفت بهاي السراحية الصغيرة وحطيت هنا يعني. راح أبلش أسقيهم. طبعا الطريقة اللي نسقي بيها النباتات بالسماد نحاول نبعد عن الجذور، يعني نسقيه هيك داير حرص خليه يوصل للجذر بس، يعني ونحاول إنه النباتات تكون عطشانة ولا نسقيها حتى تستفاد. طبعا تلاحظون اكو نباتات زرعتها بتراب، يعني اكو نباتات لا بس بالبتموس، فكل نبات
ونوعية التربة اللي يحتاجها. هذا راح تعرفوه بالممارسة. طبعا أنا ما جيت يعني خبيرة نباتات، يعني موتت لي كوم النباتات، يلا وصلت لهاي المرحلة بحيث قيمة أزرع وأعرف إيش يحتاجون. يعني مرة من المرات أتذكر نباتات مشتريتهم تقريبا ب50,000 كلهم موتتهم. ندرس مرة ثانية ونرجع لكم. حبايبي طبعا أبدأ أحكي وياكم على بود شغلة تجذير النباتات. يعني مثلا مرات نجذر النبات نزرعه بأوراقه كلها، لا هو غلط، بس أنا مرات أحب يعني أوفى بأوراقه. هي راح تقوم تذبل وتسقط بهالطريقة هاي، حتى إذا أصفرت عندكم يعني لا تديرون بال، مثل زمون الساق وتحسوه قوي وبعده يعني هاي ما بيشيل نبات. من تسحبوا هيك ما يجي بيديكم، يعني لا تسحبوا حيل، يعني معناتها بعده ما متعفن، فيعني بعده لا يجذر إن شاء الله. فعادي يعني حاولوا بالسندان تزرعون أكثر من عقلة، حتى إذا عقلة ما نجحت يعني فد 3 عقل، إذا عقلة ما نجحت ينجحون الباقين. طبعا هاي بيها حوض، النباتات هاي صغيرة بس بيها حوض جوها هذا الحوض من النايلون تشوفوا، يعني يحتفظ بالمي الزايد فتبقى يعني فترة طويلة بدون صرف، ما تدير بال. هاي عندنا هنا نباتات جذرتها، طبعا رجل البطة اسمها، مثل ما تشوفون بلشت تتكون الجذور، يعني حتى بيها جذور، يعني شوفوا صايرة شلون الشبكية. راح أخليهم بعد يكونون جذور أكثر وأزرعهم إن شاء الله بسندان وياكم. أكمل سقي بقية النباتات ونرجع وياكم. طبعا حبايبي مثل ما تلاحظون مرات عندنا وما سقيت كل النباتات، ما كفت، يعني راح أسوي لهم خطة ثانية. بالنسبة راح أسقي بهم هذول الصبارات. بالنسبة للي يقولون جماعة الطاقة وعلم المكان أو الفانك شوي اللي يقولون الصبار مو زين، طبعا أقول لهم ما خلق ربي هذا عبثا، يعني ماكو شي خلق رب العالمين إذا مو إله فايدة. طبعا أنا كنت أربي الصبار قبل هواية، فمن سمعت كلامهم طلعت الصبار من البيت كله ونطيته، فبعدين صارت عندي وراها فترة حادثة يعني، فرجعت الصبار كله مثل ما تشوفون. رب العالمين ما يخلق شي عبث، ما يخلق شي بمضرة للبشر. الصبار بيه فوائد، يعني حتى العلم أثبت أنه الصبار ينحط بالأماكن اللي بيها روائح كريهة، يسحب الروائح، مثلا أجلكم الله الحمامات، المطبخ، يسحب روائح البصل وروائح الطعام، يعني حتى ما تصير بيها روائح. وإلى هنا ينتهي الفيديو مالتي مراتيني بيوم العطلة. أتمنى أنه ينال إعجابكم، ما أكون طولت عليكم مثل كل مرة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة أو تعليق أو فعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.